السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو. إن شاء الله نسوي أكلة كلش سهلة اللي هي أجنحة الدجاج المشوية بالفرن. عندي هنا أقل من كيلو، هذا 900 غرام من أجنحة الدجاج. وللتتبيلة نحتاج ربع كوب لبن، ربع كوب كاتشب يكون حار أطيب، ملعقتين خل وملعقتين زيت. هنا عندنا ملعقة لمندوزي وملعقتين صغار ملح. وهنا عندنا نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقتين صغار بابريكا، ملعقتين صغار كاري، ملعقة صغيرة ثوم باودر، ملعقة صغيرة بصل باودر، ونص ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. أول شي طبعا نخلط هاي المكونات، مكونات التتبيلة اللي هي اللبن والكاتشب. إذا ما عندكم كاتشب ممكن تخلون ملعقة من المعجون. وهنا خليت ملعقتين كبار زيت، ملعقتين كبار خل. وهنا نضيف لمندوزي اللي هو ملعقة صغيرة وملعقتين صغار ملح. وهاي هنا التوابل نخلطهم كلهم. ممكن إذا عندكم ليمون تخلون، أو إذا تحبون تخلون برش ليمون همين. وخلطتهم هنا خلط زين. هنا صارت عندنا التتبيلة جاهزة. هسه هنا عندنا بالنسبة لأجنحة الدجاج، طبعا أنا غسلتهم غسل زين. هذا الجزء هذا نشيله نتخلص منه، ما نحتاجه، نطلي البزازين. وهاي هنا نقسمهم، الجنح نقسمه نسويه نصين، ونسوي به هيجي قصات على مود تتشرب التتبيلة ويستوي عندنا أسرع. وهنا ضفت أجنحة الدجاج. ممكن إذا تحبون تضاعفون الكمية، يعني تضاعفون أجنحة الدجاج ساعتها لازم تضاعفون مكونات التتبيلة. خلطتهم خلط زين، ويفضل إنه تتركوها بالتتبيلة ليلة كاملة. أنا خليتهم هنا 4 ساعات. البوتيتا همين أخذت حبتين كبار، سويتهم دوائر بهذا الشكل، وهمين ضفت لهم شوية، يعني عزلت شوية من التتبيلة وخليتها عليهم. هنا من بعد 4 ساعات طبعا خليت ورقة زبدة بالصينية، وبعدين صفطت بيها البوتيتا وصفطت فوقها الأجنحة بهذا الشكل. وطبعا كلش طيبة هاي الأكلة. وتحبون مثلا تحضروها قبل وقت، يعني مثلا من الليل تسووها تكون جاهزة قبل الفطور تدخلوها للفرن. هاي هنا دخلتها طبعا أنا للفرن، شغلتها بس من جوا إلى أن شفتها بدأت تستوي. شغلت عليها من فوق، أخذت لون كلش طيبة وريحتها تجنن. أنصحكم تجربون هاي الأكلة، كلش سهلة وبسيطة. وألتقيكم بالفيديو القادم إن شاء الله. مع ألف ألف سلامة.